السلام عليكم، مرحبا بكم في أولى حلقات بودكاست عناية. إن شاء الله في هذا البودكاست غادي نطرح فيها سلسلة من الحلقات اللي غادي تعتني بكم وبصحتكم النفسية، اللي غادي تخليك تفكري مجددا شنو كتعيشي وشنو بغيتي تعيشي. اليوم غادي نتطرق لواحد الموضوع جد هام، واحد العدو خفي في حياتنا ما عندوش صوت وما كيخلي حتى أثر موراه. الإهمال الذاتي هو ماشي إهمال عادي، هذا أسوأ إهمال في حقك كأنثى. ديما كنسمعو بالإهمال الحبيب، ولكن عمرنا سولنا راسنا على الإهمال اللي كنمارسوه في حقنا، في حق ذاتنا. كنضحكو كنلبسو وكننشطو، ولكن الداخل ديالنا كاين إهمال كبير كنحسو بيه كنعيشوه، ولكن ما كنتقبلوهش. الإهمال ماشي كسل، الإهمال أعمق من هكا. في هذه الحلقة غادي نحاولوا نتعرفوا على كيفاش كيبدانا الإهمال، وشنو هما العلامات اللي كتبين أنك مهملة في حق راسك، وكيفاش كيدمر حياتنا، وشنو هما الخطوات اللي غادي يخليونا نرجعوا لذاتنا الا كنتي كتحسي انك ضايعه. هذا الكلام موجه لك، وهذه الحلقه دارت على قبلك. الاهمال هو تكرار تجاهل الاساسيات ديالنا، سواء كانت جسديه عاطفيه وحتى نفسيه. هو واحد الحاله كتجينا من بعد تعب، من بعد ما كنبداو نعطيو الاخرين، ولكن كنساو راسنا. الإهمال هو ملي كتولي الأيام كتشبه لبعضياتها، ملي كتولي تفيقي ولكن بلا هدف، وكتحركي ولكن بلا حتى شي روح. كاينين بزاف ديال العلامات اللي كيبينوا انك وليتي مهمله في حق نفسك. اولهم كتولي تلبسي غير حيت خاصك تستري الجسد ديالك، ماشي باش تفرحي نفسك، ماشي باش تفرحي نتيا. كتحسي بواحد التعب شديد، ورغم ذلك ما كتاخديش واحد القسط من الراحه ومن النوم الكافيين. ذاتك ديما كتكون عيانه، وكتكوني حاسه بواحد العياء شديد. كتلاحظي انك كتسالي نهارك بلا ما تكوني درتي حتى شي حاجه لنفسك، واخا غماسك، واخا غير تفرجي في التلفازه، تفرجي في مسلسلك المفضل، كتلقاي راسك حرفيا ما درتي حتى شي حاجه. غرقتي في الروتين اليومي، في الروتين ما بين الوليدات وشغال الدار وصافي، وانتيا نفسك كتكوني نسيتيه. كتلقاي راسك مبقى حتى حاجه كتعجبك بداكشي اللي كان كيعجبك شحال هادي، بحال الافلام اللي كنتي كتفرجي فيهم، الموسيقى اللي كنتي كتسمعي ليها، وحتى الكتب اللي كنتي كتقريهم. كتلقاي راسك باللي وليتي ما كديري حتى حاجه من هادشي، ولات اي حاجه كديريها كتجيك عاديه وماشي شي حاجه اللي كتزيدك في القيمه ديالك. كتولي تقولي غادي نقرا كتاب، علاش غادي نقرا كتاب، بلاتي نجلس واحد شويه. كتولي تخلي الامور وتاجليها وتقولي اليوم غادي نبدا نقرا الكتاب اللي كنت بديته نكملو، ولكن ما كتكوني كتكملي حتى شي حاجه، وكتلقاي راسك ديما في نقطه الصفر. مع الوقت كنلقاو راسنا بلي ولينا كنعيشوا هاد الحياه باسلوب كخليو اسلوب حياه ديالنا بلا ما نحسو. حيت ولا بد ما غتكوني كتسولي نفسك علاش طحت في الاهمال الذاتي. حيت من ديما حنا بطبيعتنا البشر كنبغيو نبانو قويين، كنبغيو نبانو بلي حنا قادرين نديرو كلشي، وهو العكس. حنا ضعاف، صفتنا ضعيفه، صفتنا كبشر كنبقاو ضعفاء. ولكن حنا النساء كنبغيو نديرو كلشي، كتبغي تقومي بشغل الدار كاملين. وحتى المجتمع ديالنا اغلب الاوقات كتسمعي تهلاي في دارك، تهلاي في وليداتك، تهلاي في راجلك. عمرك سمعي من شي واحد قال لك تهلاي في راسك، خدي وقت لراسك ولو غير ربع ساعه؟ عمر شي حد قالها لي. ديما كيقولوا تهلاي في الدار والوليدات والزوج. العائله كتكون ديما سابقه، ولكن لا، خصك تسبقي نفسك. حيت الا كنتي انت مرتاحه وكتحسي براسك مرتاحه، هادشي غينطبق على وليداتك، على دارك، وحتى على الزوج ديالك. حتى هما مهمين، ولكن نفسك اهم، لان النفس الا تهملات كتاثر على كل شيء. ولكن بخطوات بسيطه نقدروا نرجعوا لذاتنا، نرجعوا لحياتنا. حاجه وحده اللي خاصنا هي الوعي، ونعترفوا باننا مهملين في حق راسنا. وخاصنا العزيمه بانك تبداي الخطوه الاولى، حيت التغيير كيبدا بحركه بسيطه، ولكن لازم الاستمرار. ماشي ديري ثوره وتنوضي الحرب باش انك تغيري، لا، خطوه اليوم وخطوه غدا ان شاء الله كلشي غادي يكون هو هذاك. خصك تعودي نفسك على روتين صباحي، غسلي وجهك بحنان، شوفي راسك في المرايه،
هضري مع المرايا، ما فيهاش عيب، انت ماشي هبيله الا كنتي كتهضري بوحدك، انت كتستحقي انك تقدر تشي مع نفسك، تهضري معاها، تقولي شنو خاصها، توصلي شنو انت باغا لنفسك بالذات، حيت انت هي الوحيده اللي غادي تكوني قادره تفهمي اشنو كتعيشي بالضبط. صلاتك ثم صلاتك ما تفرطيش فيها. هي من اهم المفاتيح ديال حياتك، من اهم المفاتيح اللي تقدر تنقذك من كل شيء، من اكتئاب، من اهمال ذاتي، من تحطم نفسي عاطفي اللي كان. سيد ربي ديما معنا، وما عمرك تخافي مادام انك انت قريبه من ربي. الأهم هو أنك تحطي النية باش ترجعي إنسانة جديدة طموحة. بداي بالتدريج ولكن ما تحبسيش، بداي بالأشياء الصغيرة ولكن تكون بشكل يومي. بغي راسك قبل ما يبغيك شي حد آخر، حيت كل ما عطينا القيمة لراسنا كل ما عطاوها لينا الناس المحيطة بينا. وديري في بالك باللي انت ديما كتستحقي انك تهلاي في راسك، حيت راسك تيستاهل ديما الافضل. الاهمال داير بحال شي تسريب ديال الماء في الدار، اليوم عادي ماشي مشكل ولكن غدا يقدر يغرق كلشي. ماشي عيب تقولي عيد، ماشي عيب تطلبي وقت لنفسك، وماشي عيب تاخدي وقت راحة وتسترجعي فيها أنوثتك والقوة ديالك وحتى راحة بالك. بودكاست عناية صوت كيقول ليك رجعي لنفسك قبل ما تطلبي من حتى واحد يرجعها ليك. خدي بيديها، حبي نفسك وغطيها بالحنان. واخا تكوني مهملة اليوم ماشي نهاية العالم، كلنا مرينا من لحظات صعيبة فيها استسلام وتعب وتجاهل النفس. الفرق بين اللي كيضيع حياته واللي كيرجع يوقف من جديد هي النية والعزم وقوة الإرادة. قربي لراسك، سوليه شنو خاصو واسمعي منه الجواب. راه كاين أمل وكاين بدايات جديدة، واخا ضعيفة وباردة ولكن الأهم هو تبداي. شكرا بزاف حيت كنتي معايا في هاد اللحظة الهادئة وفي هاد المساحة الصغيرة اللي عاودنا جمعنا فيها شتاتنا وسمعنا فيها صوتنا الداخلي. إلا لمساتك الحلقة ما تبخليش بها على شي وحدة، ممكن تكون حتى هي هاملة راسها ولكن ما عارفاش منين تبدا. كنت معكم أنا طه من بودكاست عناية. نلقاكم في الحلقة الجاية إن شاء الله، وحتى لتما حافظي على قلبك عقلك وروحك. سلام عليك.